اطفال الصف الاول الابتدائي عاملين ايه؟ بصوا يا حلوين، احنا اخدنا قبل كده الاعداد من 1 لغايه 10. زي الشاطرين هجيب الكراسه بتاعتكم زي ما اتعودنا كل مره. تكتبوا لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كتبتوهم؟ لو كتبتوا يلا بينا نشتغل درس مقارنة الأعداد سوا. بصوا معايا، يعني ايه مقارنة الأعداد؟ أنا دلوقتي لو معايا هنا قلمين وده قلم واحد، ففين الكتير؟ أهو يا مس أسماء الكتير، وده القليل. طب ما هو ده المقارنة، إني أشوف الحاجة أنهي الأكتر وأنهي الأقل. طب بصوا هنا بقولك أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا من هنا الصغير، بعد كده بكبر 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 لحد ما اوصل للكبير. يبقى اصغر عدد دلوقتي في اللي احنا قايلينهم الواحد. طب اكبر منه 2، الاكبر منهم هما الاتنين 3، الاكبر منهم هما التلاتة الاربعة، هكذا. يعني لما اقولك ال10 اكبر من 9 ولا لا، تقولي اكبر طبعا. طب الواحد اصغر من ال10 ولا لا؟ اصغر. طب بيقولك الترتيب بقى على خط الاعداد. ايه هو خط الاعداد؟ ده خط مستقيم. خط الاعداد ده ايه؟ خط مستقيم ممتد، ماشي. بس بدأت من هنا مفيش مشكلة، انا ابدأ من اي مكان. بص ممكن ابدأ بخط الاعداد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وممكن ابدأ من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم حاجة ان اكتب الترتيب صح. يعني هنا بقولك اكتب الاعداد المفقودة. هنا 1 هكتب هنا ايه؟ 2. طب هنا 3 4 5 6 7 8 9 10. طب هنا 1 هكتب هنا 2 3 4 5 6، كاتب لي هنا 7 8 9 10. سهلة ولا صعبة؟ لحد دلوقتي سهلة. طب ومقارنة، لما اجي اقارن بالعدد وعدد، احط ايه؟ بحط علامة اكبر من او اصغر من او يساوي. اكبر من او اصغر من او يساوي. مش اسماء انا عارفاه، بس انا زمان اخدته ان دي كان اسمها بق السمكه او بق التمساح. كان بق السمكه بيبص على الكبير عشان ياكله. طب ما هو ده اسمها اكبر من. مش اسماء اعلمه ازاي. شايف الكاف بتبص فين؟ بصوا الكاف بتبص فين؟ اكبر من برضو بتبص زيها بالظبط. سهله ولا صعبه؟ انا واخد من الكاف اللي بكلمه اكبر من، العلامة بتاعتها تبص زيها. أكبر من، أصغر من، ويساوي. بقولك هنا 3 وهنا 2، أحط علامة إيه؟ أكبر من. هنا 2، طب وهنا بقت ال3، أحط علامة إيه؟ أصغر من، عشان أنا ببدأ من هنا بقول ال3 أكبر من ال2. ببدأ برضو من هنا ال2 أصغر من ال3. اتفقنا؟ طب تعالوا نحل هنا. هنا 7 وهنا 5، أحط علامة برافو عليك اللي بتقولي أكبر من. هنا 3 وهنا 3، كل اللي عمله إن كتبها بالحروف. حط علامة إيه؟ يساوي. هنا 6 وهنا 8، أحط علامة أصغر من. إحنا المفروض نمشي كده أصلا. طب تعالوا نكمل الجزء ده وبعد كده نمشي صح. عندي هنا 9 وهنا 10، أحط علامة برافو عليكم أصغر من. طب هنا 6 وهنا 5، أحط علامة أكبر من. 1 وهنا 4، الأربعة أكيد أكبر، أحط علامة أصغر من. 2 وهنا 6، الاتنين أصغر من ال6، أحط علامة أصغر من. 7 و7، أحط علامة يساوي. طب هنا 4 وهنا 8، أكيد الأربعة أصغر من ال8 أهو. هنا 10 وهنا 10 يساوي، الاتنين قد بعض. هنا 6 وهنا 9، احط علامة اصغر من عشان ال9 اكبر من ال6. هنا 5 وهنا 8، احط برضو علامة ايه؟ اصغر من. بس كده. سهلة ولا صعبة؟ لحد دلوقتي هي سهلة جدا جدا جدا. انتوا عندكم حلوا التمرين الاولاني ده واجب. هنا بيقولك في التمرين التاني ضع دائرة على العدد الاكبر. ضع دائرة على العدد الاكبر. احط فين؟ هنا بيقولك ال3 ولا ال5؟ ال5 طبعا يا مس اسماء. هنا ال3 ولا الواحد؟ الواحد. ال3 قصدي. هنا
في رقم 3 عندي 7 ولا الأربعة؟ أنهي الأكبر؟ السبعة. 8 ولا 10؟ أكيد العشرة. معايا 5 ولا التسعة؟ أخد التسعة عشان هي الأكبر. معايا 10 ولا 6؟ أخد العشرة. هنا بقى هتحط دائرة بس على العدد الأصغر. طيب بيقولك بقى هنا أنا بحل معاك الحاجات اللي بس إيه المختلفة أو اللي ممكن تقف معاك في الواجب. بيقولك هنا إيه؟ أعد كتابة الأعداد الثلاثة الآتية من الأصغر إلى الأكبر. عندك هنا 7 3 5 عاملة زي ترتيب إيه؟ الشاطر اللي هكتب لي تحت في الكومنتات ده اسمه ترتيب إيه؟ فين أصغر رقم؟ التلاتة. عندي 7 و9، فين أصغر رقم؟ السبعة. أشطب عليه. فاضل التسعة يا مس أسماء، اكتبي هنا كده خلصت. 2 و8 و5، فين أصغر رقم؟ الاتنين. أشطب عليه. عندي 8 و5، فين الصغير؟ 5. بعد كده فاضل ال8 ده الأكبر. حلو بقية التمرينات ده كلها واجب. عندك صفحة 54 برضو واجب، صفحة 55 برضو واجب، صفحة 56 واجب. طيب عندنا صفحة 57 هناخد العدد صفر. هناخد العدد ايه؟